طب ما انا برضو بقول يعني الملعب كان منور ليه؟ اتاري عم الناس شيكابالا يعني كان موجود في الملعب. اهي دي صورة حلوة وعجبتني واتبسطت لما شفتها، ومبسوط جدا بعلاقة شيكابالا مع جمهور الاهلي بعد اعتزال شيكابالا. ودي الروح اللي احنا بنتمنى نشوفها بره المنافسة في الكورة، ان احنا مش اعداء، احنا في الاول وفي الاخر صحاب. انت بيتك بيكون موجود فيه اخ اهلاوي واخ زملكاوي، وارد يبقى ابوك زملكاوي وانت اهلاوي، وارد يكون العكس انت اهلاوي وابوك زملكاوي، فاحنا كلنا بننشأ في بيت واحد، فاحنا في الاول وفي الاخر مش اعداء. احنا دايما كزملكاويه عارفين شيكابالا كويس، وعارفين طيبه شيكابالا، وعارفين قد ايه شيكابالا انسان فعلا نقي من جواه، بس ده ما كانش بيشوفه جمهور الاهلي بسبب الاحتقانات اللي كانت بتبقى موجوده في الملعب، وبسبب المشاكل اللي بتكون موجوده بسبب التعصب. فانا فعلا اتبسطت من الصوره لما شفتها، عجبتني الروح الرياضيه، وعجبتني ان جمهور الاهلي هو بيطلب ان هو يتصور مع شيكابالا، وان هم حاليا بقوا فاهمين، او البعض منهم بقوا فاهمين فعلا ان شيكابالا شخص طيب وفعلا بني ادم نقي. وفي الاول وفي الاخر احنا بنتمنى دايما ان الروح الرياضيه تكون موجوده بعيدا عن المنافسه وعن النكش وعن التحفيل وعن الهزار اللي دايما بيخلي الكوره في حته كويسه. بس فكان بالنسبه لي لقطه كويسه، حبيت ان انا اشاركها معاكم ونتكلم مع بعض على الصوره ديت. ويا رب دايما 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 ما يكونش فيه مشاكل بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك.